عارف ان مدفع الافطار اللي بنسمع صوته كل يوم بدأ بغلطة عسكرية، والصدفة هي اللي خلته اشهر صوت في رمضان. الحكاية بدأت في عهد السلطان المملوكي خوش قدم سنة 865 هجريا في شهر رمضان. كان بيجرب مدفع جديد جاله هدية وضربت طلقة في وقت الافطار. المصريين افتكروا ان السلطان قصد ينبههم بوقت الفطار، فخرجوا فرحانين جدا وشكروا السلطان. والسلطان من فرحة الناس قرر يكمل العادة دي طول الشهر. بس مع الوقت العادة دي بدأت تختفي لحد عهد محمد علي باشا، وهو بيجرب المدافع اللي جابها للجيش المصري ضرب المدفع في وقت الافطار. بس مين بقى هي الحاجة فاطمة اللي اسمها مكتوب على المدفع الأثري اللي موجود في القلعة، وليه المصريين راحوا لها هي بالذات عشان ترجع عادة ضرب المدفع؟ الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل، وكانت معروفة جدا ما بين المصريين بأنها أميرة الخير، وكمان اتبرعت بفلوسها ومجوهراتها عشان تبني جامعة القاهرة. المصريين راحوا لها هي بالذات عشان كان ليها كلمة في القصر، ولما المصريين راحوا لها أصدرت فرمان بإطلاق المدفع في وقت الفطار ووقت السحور عشان تفضل عادة مميزة لشهر رمضان الكريم. وعشان كده المصريين سموا المدفع باسم مدفع الحاجة فاطمة. على فكرة المدفع ده فضل مش شغال من سنة 1992 لحد 2021 عشان يحموا القلعة الأثرية من الاهتزازات، ورجع تاني يضرب سنة 2021 ولكن بتكنولوجيا محاكاة الصوت. وسؤالي ليكم، ايه أول حاجة بتفطروا عليها أول لما بتسمعوا المدفع؟ العصير ولا البلح؟ أنا بسمة عادل، ولسه في خبايا كتير، استنوني بكرة.